النهارده ان شاء الله معانا رقاق خطير بطعم تحفة وبطريقة سهلة وبسيطة هتعجبكم ان شاء الله، ومورق ومقرمش وحاجة خرافة. يلا بينا خطوة خطوة كده مع بعضينا نبتدي. معلقة زيت كبيرة مع حبة سمنة بلدي، ديت اللي هتدي تيست عالي معانا ان شاء الله، وننزل عليهم بالبصل واحدة واحدة كده نعصق بيهم اللحمة بتاعتنا. وان شاء الله الطريقة سهلة وهتعجبكم ان شاء الله، ويا ريت تطبقوها عشان ديت اللي هتمشوا عليها بإذن الله بعد كده. ومعانا حبة توم معلقة، نقلبهم ونشوحهم كده زي ما احنا شايفين، وننزل باللحمة بتاعتنا عصجناها زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده ننزل بالبهارات بتاعتنا واحدة واحدة. نحط الفلفل الأسمر، بهارات لحم، بابريكا، سنة كزبرة صغيرة كده. تمام. طبعا الملح بتاعنا نمكسهم كلهم مع بعض زي ما احنا شايفين الطريقة. خطوة خطوة كده هتمشوا على الطريقة ديت، هتلاقوها سهلة وبسيطة وحاجة فوق الوصف يعني. جبنا الشوربة بتاعتنا طبعا ديت موجودة معانا، نحط عليها سمنة. السمنة ديت لما تنزل مع الشوربة دي اللي هتورق معانا الرواق. تمام. نحط عليه لبن، شوية فلفل أسمر صغيرين، نقلبهم مع بعض كده. ده بقى التست العالي بقى، ده اللي هينطق معانا صينية الرواق ديت. تمام. وننزل بالرواق زي ما احنا شايفين بعد ما نزلناه في الشوربة وعملناهم ورصيناهم زي ما احنا شايفين. نحط شوية جبنة موتزاريلا، ده اللي حابب يحط واللي مش حابب خلاص. نوزعها كده في الجناب. تبقى جميلة معاكم ان شاء الله الطريقة ديت لو تطبقوها. ونكمل بقى الرقات بتاعتنا ونقفلها زي ما احنا شايفين، ونحط سمنة طبعا بين كل راق وراق عشان برضو دوت اللي هيورق معانا. السمنة البلدي طبعا في الموضوع دوت أطعم وألذ حاجة، ديت اللي هتوديه في حتة تانية خالص. يبقى مورق معانا كده وما يبقاش ماسك في بعضه. نقفلها كده لحد ما نخلص الكمية اللي معانا. طبعا تمام كده زي ما احنا شايفين. نقطعها عشان تبقى سهلة معانا بعد كده واحنا بنطلعها من الصينية. بعد ما نخلص نحط عليها بقى ايه؟ القشطة. القشطة ديت بقى ايه؟ موضوع تاني. نوزعها كده من فوق معانا. طبعا بعد ما خلصنا موضوع القشطة دوت، في الشوربة اللي كانت زايدة معانا ننزل بيها ونوزعها على الجناب بتاعتنا والفراغات اللي موجودة. نسيبها في الفرن طبعا نص ساعة ل45 دقيقة، واتفرج على أحلى صينية رواق. إن شاء الله هتعجبكم، حاجة فوق الوصف، حاجة خرافة. مطبخ مرجان. متنساش المتابعة واللايك والشير مع مطبخ مرجان عشان تشوف كل جديد. ونشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة من وصفات مطبخ مرجان.